العالم دخل واحد من أكبر الانقراضات في تاريخه، انقراض الترياسي الجراسي. انقراض فتح الطريق لظهور الديناصورات كأسياد الأرض. إيه اللي حصل؟ تقريبا 75% من الكائنات الحية اختفوا، وأنواع ضخمة من الزواحف البحرية والبرية اختفت. النظم البيئية في البحار وعلى الأرض اتدمرت، والنباتات اتغيرت، والحيوانات اللي كانت مسيطرة راحت. ده مش مجرد انقراض، دي كانت إعادة ضبط الكوكب الأرض تاني. والسبب الأساسي أغلب العلماء بيربطوا الانقراض ده بحاجة اسمها الكام أو السنترال أتلانتيك ماجماتيك بروفنس. دي منطقة بركانية ضخمة انفجرت بسبب تفكك بنجية. حمم ضخمة خرجت وغطت مناطق شاسعة، الغلاف الجوي اتشبع بغازات زي ثاني أكسيد الكربون والميثان، وحصل تغير مناخي حاد. ارتفعت درجة الحرارة وقلت نسبة الأكسجين واختلت النظم البيئية، والبحار اتقلبت والأنهار جفت، والمخلوقات مش قادرة تتأقلم. والنتيجة الديناصورات كانت موجودة بالفعل في الترياسي، بس ما كانوش مسيطرين. مع الانقراض ده الكائنات المنافسة اختفت، فبدأت الديناصورات تسيطر وتنتشر وتبني إمبراطوريتها في العصر الجراسي. لكن هل الانقراض ده فعلا نتيجة انفجارات بركانية؟ في آراء تانية بتقول إنه في تضارب في التوقيت. في ناس بتشكك إن النشاط البركاني حصل بعد بداية الانقراض مش قبل، وده معناه إنه ممكن ما يكونش السبب الرئيسي.